أهلا بيكم. بصراحة مفيش أحلى من المنظر ده في الشتاء، حاجة كده تدفي لوحدها. طاجن بطاطس بالفراخ. لو أول مرة تشوفوا القناة دي، قناتي ايزي مع جيسي. أتمنى ان انتوا تشرفوني بالاشتراك وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا انتوا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا على الفيديو عشان نشوف وصفتنا. هبتدي الأول بتجهيز الطاجن أو البرام ده، علشان مش مجلفن زي اللي موجود في السوق، فهبتدي ان انا احط له مادة دهنية في الاول. بحط له حوالي بس معلقة زيت، وببتدي ان انا ادهنه من تحت كده ومن الجوانب كمان. هحط فيه بصل شرايح، الشرايح تكون رفيعة علشان تستوي معانا حلو وكمان بسرعة. وكمان فلفل اخضر شرايح، وتوم مفروم. انا هنا التوم فرماه مع شطة، ممكن ان انتوا تحطوا شطة او تستغنوا عنها. وهحط التوابل على جزئين، الجزء الاولاني مع البصل والجزء التاني مع البطاطس. هتبل بملح وفلفل، بهارات فراخ او بهارات عادية، كاري، وكمان بابريكا، وتوم باودر، وواحدة من المرقة. وهبتدي ان انا اخلطهم حلوة قوي مع البصل بالشكل ده كده. انا عايزة البصل يدبل معايا. وهحط بعد كده معلقتين كبار من الكاتشب. لو مش هتحطوا كاتشب او هتحطوا صلصة، ممكن ان انتوا تحطوا معلقة واحدة من الصلصة علشان الصلصة بتبقى تقيلة وكمان بيبقى لونها غامق. وكمان معايا معلقة كبيرة من دبس الرمان. انا ما حطيتهمش في الاول علشان انا كنت عايزه ادبل البصل حلوة قوي. انا هنا هخلطهم بس مش هدعك البصل جامد، انا بس بخلط المكونات ديت او الكاتشب والرمان مع البصل. انا هستخدم افخاد الدجاج، وشايله كمان منها الجلد بتاعها بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا اغطيها. انا بحب اعمل الطريقه ديت قوي في الاول، ان انا بتبل الفراخ الاول بالتتبيله ديت، وبتاخد من طعم البصل والتوابل لحد ما ابتدي ان انا اجهز البطاطس بتاعتي. يعني انا ما بجهزش البطاطس او بجهز الخضار الا بعد لما بتبل الفراخ بالشكل ده. بسيبها بس حوالي ربع ساعه تلت ساعه على بال ما ابتدي ان انا اجهز باقي الوصفه بتاعتي. خلاص، هنا بعد ما جهزت البطاطس، هبتدي ان انا اجنبها على جنب علشان اخد البصل، وكمان عشان اسيب مكان لتقليب البطاطس براحتها. انا هنا البطاطس عاملاها مكعبات، تقدروا ان انتوا تعملوها شرايح لو انتوا حابين. باقي التتبيله زي ما قلنا، بنحب ان نعمل البطاطس بس تتبيلتها لوحديها، لان البطاطس بيبقى ليها لازم تاخد طعم الاول في التوابل. يعني حتى مهما ان احنا زودنا في البصل في الاول، لا، بحس ان البطاطس عايزه توابل كمان. فعشان كده بقسم التتبيله على جزئين، وبسويها بالشكل ده، وببتدي ان انا احط عليها الفراخ بالطريقه دي. بزود بس حاجه بسيطه من الكاتشب فوق الفراخ علشان تديها لون وهي في الفرن، وتديها لون احمر كده كمان زي المشويه، وهتديها برضو طعم حلو قوي. بوزعه بالشكل ده عشان كلها تاخد لون واحد. وبزود ميه، وراعي ان انا لما ازود الميه ازودها في الجوانب او في النص، علشان بس ما بحطهاش فوق الفراخ وتشيل الطبقه والتوابل اللي احنا حطيناها. الفرن انا كنت مسخناه في الاول على اعلى درجه حراره عندي، وسايباه لحد ما يسخن لحد ما اجهز بقيه الوصفه. وبعد كده بحطه على الفرن من تحت، وبغطي كمان البرام علشان تبتدي يستوي معايا بسرعة لحد ما يبتدي ان هو يغلي. بوطي عليه وبسيبه على درجة حرارة 200 او 220 حسب الفرن عندك. بعد كده قبل نهاية السوا بشيل الغطا علشان خاطر ان هي تحمر وتبقى بالشكل ده. حاجة بصراحة تحفة لما بيكون الفرن سخن، ولما بيكون على درجة حرارة عالية في الأول، ولما كمان بيكون متغطي ما بياخدش وقت طويل في السوا خالص. ده كده كان شكلها، لونها خطير، وكانت ريحتها تحفة وخطيرة جدا. تتقدم مع رز أبيض أو رز بشعرية، أو ممكن كمان إن هي تتغمس بالعيش لوحديها، تبقى وجبة كاملة متكاملة. حاجة بصراحة تحفة. يعني الدخان اللي طالع ده مع يعني بيدي كده سخونية ويدي دفى لوحده.
ده الصوص اللي اتبقى منها، بيبقى طعمه حلو قوي، طعم الدبس معاها جميل جدا وطعم الكاتشب كمان. شايفين اللحم بتاعها شكله ايه، درجة اللون بتاعها، وكمان البيضة من جوه ومستوية، البطاطس كمان دايبة، فبصراحة كانت تحفة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إن يكون فيه حاجة جديدة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وبالهنا والشفا، وأشوفكم في فيديو جديد، وأقول لكم سلام.